ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا الفطير السهل جدا بمكون بسيط خالص موجود عندنا في البيت وكمان ولادك هيحبوه. ممكن ياكلوه بالسكر، ممكن ياكلوه بالجبنة. بجد فطير، يعني ايه، انتي مش هيكمل معاكي ربع ساعة وهتلاقي نفسك عملت فطير لولادك بكمية النص كيلو، هيفرط معاكي كمية حلوة. وكمان سهل جدا في العمايل. وانت جربيه وهتلاقي نفسك بتعمليه على طول. بصوا زي ما انتم شايفين كده طري وحلو. هنبدأ بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب نص كيلو دقيق ومعلقتين سكر ونص معلقة ملح. هقلبهم مع بعض، يعني مكونات موجودة عندك في البيت. ولو انت مثلا ولادك مثلا عايزين ياكلوا اي حاجة سريعة كده هتعملها لهم، مش هياخد معاكي وقت ولا حاجة. وبجيب المية بحط بالتدريج كده شوية بشوية. طبعا ما بتدلوش المية كلها، لازم نشوف الدقيق محتاج مية قد ايه. هو انا نص كيلو دقيق ده خد معايا كوباية ونص مية. طبعا بقلب كده واحدة واحدة. بتلم من الجوانب كده. كده بقى هبدأ اعمل بايديا. طبعا مش هينفع بقى اللي انا كنت بقلب بيها دي، لا هبدأ بايديا وابدأ الم العجينة زي ما انتوا شايفينها كده. بسيبها بقى يبقى مقطعة كور كده واسيبها تستريح. بعد كده انا بفردها زي ما انتوا شايفينها كده. بتفرديها بتسيبيها شوية تستريح. وبعد كده بكون جايبة زيت مسخناه وابدأ بقى احط فيه واحدة واحدة. ما تخافيش، ما بيشربش الزيت خالص. يعني انتي هتشوفي كمية الزيت اللي انا حطاها هتلاقيها زي ما هي في الاخر برضو. بتبداي تقلبي فيه بقى. وعايزه اقولك لما بتسيبي العجينه تريح منك بيبقى احسن وافضل. بتحطي بقى، بتخلصي واحده بتحطي التانية. مش هياخد معاكي وقت خالص. ما تنسوش بقى لو عجبكم الطريقه يا ريت تعملوا لي كومنت وتشتركوا في القناه ولايك جميل زيكم كده. مش هياخد منك زيت خالص، لان زي ما انتم شايفين انا حاطه شويه زيت صغيرين وبرضو زي ما هما ما نقصوش ولا حاجه. هو مشربش زيت خالص. وكل ما العجينه بتريح معاكي تلاقي الفطيره بدأت ترتفع معاكي في الطاسه زي ما انتم شايفينها كده.
بصوا بقت جميلة ازاي. فانتي ما تسيبي العجينة تريح معاكي شوية هيبقى معاكي بنفس الشكل ده كده. وده انا عملت كده الكمية اللي بتاع نص كيلو. النص كيلو يطلع لك معاكي 10. جربوه وان شاء الله باذن الله يعجبكم، وسهل جدا، وان شاء الله ولادكم كمان يحبوه. وشكرا على المشاهدة.